الو. ايوه يا حياتي يا عمري يا عشقي. دلوقتي انا المفروض متجوز، عايش في الكويت وبشتغل هناك ومعايا مراتي هنا. الشاي يا اما. يا عم بخ، انت كنت بتقول لي وانا ببعت تجيب الشاي. انا كنت بحب الاول واحده زمان من عندنا من البلد يعني ها بس ربنا ما كرمش وما قدرتش ان انا يعني ما قدرناش ان احنا نتجوزها وكده. شور ولا هتسوح ده 100%. بس انا لسه على تواصل معاها لحد دلوقتي. بتكلمها حتى بعد ما انت اتجوزت؟ يمكن بيكلم اخته عادي يعني، مش حر ولا ايه غلطان او هي اللي ندراها حتى بعد ما انا اتجوزت. ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ايه الا الاب. يعني حضرتك متجوز وكنت تعرف واحده قبل الجواز وما زالت العلاقه بينكما مستمره؟ ودي من عندك يا الله. ما فيهاش اي حاجه حرام يعني، انا بتكلم معاها عادي. انا بتكلم جد، احنا عادي، مش في اي حاجه بيننا، احنا اخوات عادي. طب ثواني بس، انت متجوز وهي متجوزه؟ تسجل يا زمان. لا هي مش متجوزه. طيب ماشي. اول فاسد من الفاسدين يتم القبض عليه من خلال البرنامج. لا انا بعمل لها مشاكل ولا هي بتعمل لي مشاكل، احنا مجرد كلام صعب عادي اللي هو كلام عادي جدا. ما حدش يظلمه يعني يا جماعه. انا ليا زميلي هنا جاب مراته برضو. كورتي كان ممكن تشوف اي واحده اصغر من وبدانا نقعد احنا عادات عائليه كبيره اللي هو انا ومراتي وهو ومراته. مجدي لو طلع اللي في دماغي صح ما حدش يزعل. تمام. بعد فتره بدات اتواصل مع مراته. تتواصل مع مراته؟ لا ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. انت ايه؟ اعجبت بيها الصراحه، اعجبت ان انا اتكلم معاها وكده. انتوا بتتلككوا بقى. طول ما انا شايفها ان انا عايز اتكلم معاها عشان مجرد ان انا اعرف اتعامل مع اللي موجوده في البيت. امك حلوه قوي، لا تحترم نفسك عمال تدعي عليه. ايه؟ مش فاهمه. انا مش فاهم. بكلم معاها عشان اعرف اتكلم مع البيت، عشان اعرف اتعامل معاها، عشان اعرف اتحمل ضغوطات البيت اللي موجوده. لا يا راجل. امال ايه هغشك؟ الله. ازاي؟ يا سلام، ده ايه السبب العبقري ده؟ انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. يعني انت بتخون مراتك علشان تستحملها؟ ده ايه الهطل ده؟ يا راجل انت فاهم ايه؟ ما هو كده هيبقى خيانه بسبب. طب ايه؟ ايه؟ طب وايه ومصحف مسمع؟ طب وايه؟ كده انا عندي سبب، انا شايف ان انا عندي سبب. استغفر الله العظيم، ده لا توم بقى. هي شكلها هتوم، هي شكلها ده. مفيش انت حاسس ان انت كده ما بتعملش حاجه؟ يعني حاسس عندك سبب للخيانه؟ وانت مش حاسس فيك ايه؟ يلا مش حاسس ان فيك حاجه غريبه خالص. عادي في ايه؟ الفكره كلها يا دكتور ان ده كان جواز صالونات يعني. يا فندم ايا كان. وايه كفايه بيليا في ايه؟ وحياه ابوك كفايه، انا خايف تيجي في حاجه كبيره ما نعرفش اللي ما كفايه. انت بتكلم مرات صاحبك. يعني عمتك لو مش متجوزه ابوك على سنه الله ورسوله. انت بتكلم مرات صاحبك، يعني انت خيانه مزدوجه.